لسه حتى الآن مفيش تفسير أو دراسة علمية معتبرة عن جثث الكائنات الفضائية، الموضوع لسه في حيازة المكسيك ولسه ما وصلتش الجثث لناسا، لكن لحد ما يظهر تقرير في شوية حقائق كده ممكن تساعدنا نفهم ايه ده. التلات اللي فات في جلسة من جلسات البرلمان المكسيكي قدم الصحفي خيمي موسان خبير الأجسام الفضائية جثتين متحجرتين لكائنات غير بشرية، وقال بعد ما حلف اليمين إن علماء الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك اللي تمكنوا من الحصول على عينات من أحماضها النووية طبقوا اختبار الكربون المشع اللي بيستخدم عشان يحددوا أعمار الحفريات، وتوصلوا إن عمر الاتنين 1000 سنة، وجدوا في جثة واحدة منهم حاجة شبه البيض. وبعدين استعان بالدكتور خوسيه بينيتيز خبير علوم الطب الشرعي اللي قال إنه عمل إسكان أو مسح بالأشعة للكائنات الفضائية دي، وأكد إن ليها أدمغة وعيون كبيرة بتشوف رؤية مجسمة واسعة، وطبعا دي مش جثث بشرية. فالرئيس المكسيكي بضغط من البرلمان وجه بالتحري عن الجثتين وإصدار تقرير علمي مدروس. حتى الآن مفيش تفسير علمي مقبول للجثتين، لكن في شواهد من التاريخ للصحفي والدكتور ورئيس المكسيك نفسه، ومن الاكتشافات اللي شبه كده زي الأطباق الطايرة اللي بعض الكاميرات رصدتها وانتشرت على الإنترنت، أو بقايا مركبات فضائية اتوجدت في أعماق المحيط، أو جثث لهياكل عظمية لكائنات فضائية، أو آثار أقدام غريبة اترصدت على أسطح كواكب تانية. وعلى قد ما الاكتشافات دي بتكون مثيرة، لكن للأسف بيتضح بالدراسة إنها إما خدع أو ليها تفسيرات تانية أقل إثارة. مثلا سنة 2017 نفس الصحفي خيمي موسان اللي عرض جثتين الكائنات الفضائية دي ادعى إنه وجد جثة لكائن فضائي بالقرب من بيرو، ونشر اكتشافه على موقع جايا اللي شغال فيه. وهنتوقف دقيقة عند الموقع ده. جايا دي منصة مشاهدة زي نتفليكس بتتقاضى $96 سنويا مقابل وصول غير محدود لمحتواها. المنصة دي مشترك فيها ما يقرب من 800 ألف مشترك، وقيمتها السوقية أعلى من 200 مليون دولار. حققت النجاح ده في وجود عمالقة زي نتفليكس وهولو HBO، لأنها بتقدم اكتشافات جذابة ومثيرة للجدل حتى لو كانت علوم زائفة، ونظريات مؤامرة وادعاءات خارقة زي التواصل مع الملائكة، اختطاف الكائنات الفضائية والأجسام الطايرة، والإسقاط النجمي والهالة الروحانية وغيرها. اللي عايز أقوله لك إن الموضوع مش بس بقى جذب وانتباه وإثارة للسوشيال ميديا، لا، ده في صناعات بملايين الدولارات بتلعب على الفضول الإنساني ده غير إن ده مش أول اكتشاف لنفس الصحفي. برضه الجثة اللي قدمها الصحفي سنة 2017 كان ليها 3 صوابع وراس مطولة، وأيده برضه نفس طبيب الطب الشرعي الدكتور خوسيه بينيتيز اللي كان باحث رئيسي في العرض التقديمي لاكتشاف الجثة. وقتها لما تم فحص الجثة وجدوا إنها جثة طفل محنطة، والجمجمة الطويلة كانت نتيجة لممارسات قديمة لتشويه الجماجم. كانوا بيربطوا رؤوس الأطفال الصغيرين بقطعة من القماش أو حبل أو حتى ألواح خشبية ممكن تكون جزء من طقوس دينية. والخبراء بيعتقدوا إن الأصابع ممكن تكون بفعل لصوص المقابر اللي خيطوا أجزاء من بقايا الجثث دي لتكوين دمية مرعبة بمظهر إنساني. رئيس المكسيك برضو اشتهر بحماسه للماورائيات وتصديق حاجات غريبة. في فبراير السنة دي مثلا نشر تويتة بيقول فيها إنه لقى عفريت في المكسيك، وغير إن الاكتشافين شبه بعض، فالمشترك بينهم كلهم واللي بيرجح إنها غالبا مش كائنات فضائية هي إنها كلها بتدور عن كائنات فضائية شبه الكائنات الفضائية اللي في هوليوود، اللي هي من نسج خيال صناع السينما. الجثث اللي وجدوها ونشروها شبه شخصية E.T. الكائن الفضائي أبو أطراف نحيلة وعيون واسعة. الله أعلم، أكيد في هذا الكون الفسيح أشكال حياة تانية في مجرات أو أعماق كواكب تانية، لكنها بالتأكيد مش شرط تبقى شبه اللي بتطلع في أفلام هوليوود. وإلا ليه ما شفناش كائنات فضائية كرياتيف زي اللي ظهرت في مسلسل نهاية العالم؟